السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني يا جماعة والله. وحبيت النهاردة اعمل وصفة سريعة زي ما احنا متعودين، ما فيهاش اي وقت عشان اصلا هو ما فيش وقت للاكل. النهار بيجي ويعدي بسرعة كده من غير ما نلحق نعمل حاجة يا جماعة. لو ما احنا مش مجهزين من اول احنا هنعمل اكل ايه يبقى مش هنتعشى النهاردة. ده اكل سهل. لو عندك دبابيس ورز بلدي عادي هتقومي تعمليه في نص ساعة، مش هياخد معاك وقت. ورز مبهر عادي بلدي، بس انا عملت بطريقة الرز البسمتي ان شاء الله هيعجبك. ودي بقى دبابيس فراخ، تبلتها وشويتها في الفرن، شكلها جميل زي ما انت شايفه، هي كان شكلها فعلا كده. انا ما فيش اي تجميل عاملاه في الصوره. التتبيله بتاعتها سهله، بصلايه وطماطميتين وفلفل حراق او رومي زي ما انت تحبي، واربع فصوص توم وعلبه زبادي. شويه بهارات بقى وشويه زيت وشويه خل. 7 بهارات، معلقه صغيره مليانه، معلقه كزبره، معلقه بابريكا مدخنه، شويه شطه، معلقه فلفل اسمر. يعني شويه بهارات كده، برضو التتبيله اللي تعجبك في البهارات. ما البهارات ما بتتقيدش بحاجه معينه. وشويه زيت وشويه خل ونخلطهم بقى في الخلاط بس كده. وعشان تاخدي طعم حلو قوي للفراخ، يعني تكوني انت متبلاها بدري قبلها بساعتين او اكتر من كده لو تقدري يعني. انما انت لو مستعجله وعملتها بسرعه زي كده برضو هيبقى طعمها جميل. انما الاحسن ان انت تبقي متبلاها بدري. ودي معلقه سكر، لو في بدلها عسل يبقى احسن، عسل ابيض. معلقتين صلصه. اخلطيهم بقى في الخلاط او الكبة وانزلي على الفراخ بيهم، ويدخليهم في الفرن. ممكن تاخد معاكي من ساعة ونص لساعتين. لو انت كنت متبلاها بدري ان شاء الله مش هتعوق. حلة على النار بقى، حطي فيها شوية زيت، معلقتين سمنة، 3 4 معالق صلصة، وشوية توابل للرز، كاري وسبع بهارات، شوية فلفل اسمر، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، عود قرفة او معلقة قرفة ناعمة عادي، وشوية شطة. بس كفاية كده. واتنين ماجي بقى، مكعب ماجي. ونقلبهم وننزل عليهم بالرز، ونقلب الرز شوية لغاية ما يتحمص كده ويتغلف بالسمنة. ونرجع نطشه بالشوربة او المية عادي. شفتوا بقى، فضلت اتكلم لغاية ما خلصت الرز وطشيته، وانا اصلا في التصوير لسه ما طشيتوش. لسه بنزل بالماجي اهو. ننزل بمكعبين الماجي او مكعب واحد، وبعدين ننزل بشوية كركم، ونقلبهم مع بعض شوية. ده يا جماعة هي متحرقتش ولا حاجة، ده الفلفل الاسمر، هو لونه غامق شوية. وننزل بالرز بقى مغسول ومتصفي كويس، يعني متصفي لدرجة ان انت تحسي ان انت ما غسلتوش اصلا. نسيبه شوية يتصفى عشان ما يعجنش. ونقلبهم بقى مع بعض كده بالتوابل. لو حسيت ان هو عايز شوية صلصة كمان زودي عشان يبقى لونه حلو. بس قلبي شوية وحمصيه كده شوية عشان يعني يبقى مفلفل. بس انزلي بقى بالشوربة او المية، ممكن تبقى شوربة فراخ او شوربة لحمة. هيبقى احلى كمان من المية، بس لو ما فيش مش مشكلة. اللي موجود عندك الخير كله ان شاء الله. بس هنغطيه بقى لما يغلي، هنهد عليه وكده. الفراخ خرجت شكلها جميل اهو يا جماعه. واديني بقدم الرز. بصوا يا جماعه، الرز ده ما تفكريش ان هو ملتوت ولازق في بعضه، هو الرز ده بيبقى كده. تحس ان انت بتعينيه ان هو ماسك في بعضه، ما بتفرزيه بيتفرد كده عادي. والرزايه اصلا لوحدها يعني سواها مظبوط، مش ملتوت ولا حاجه، هو بس يبقى شكله كده. وصلنا لنهايه الفيديو. لو في اي تعليق يا جماعه اكتبولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.